السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معكم المهندس حسين الفيسي وجولة جديدة من جولاتنا في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة 30 نوفمبر 2023. حاليا أنا موجود في منطقة الوزارات، في ظهر على طول مسجد مصر الكبير، وهنمشي في الشارع اللي قدام حضراتكم ده كده. هنمر على منطقة الوزارات ومنطقة الحي المالي والمولات، وهيكون قصادنا مننا على طول منطقة داون تاون، وهنتمشى لحد ما نروح عند البنك المركزي المصري ومنطقة البنوك، ونشوف الدنيا وصلت لحد فين على الطبيعة كده. المنطقة اللي قدام حضراتكم ده كده زي ما حضراتكم شايفين، دي منطقة خدمات فيها كافيهات ومطاعم شغالة دلوقتي، وفي بارك كبير للسيارات والأتوبيسات زي ما حضراتكم شايفين قدام حضراتكم على الطبيعة. كمية عمال وكمية مهندسين وموظفين اشتغلوا بيتنقلوا دلوقتي في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. منطقة ناس كتيرة جدا دلوقتي بتروح وتيجي في قلب العاصمة، وفي حركة كبيرة جدا شغالين في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. ده مبنى الداتا سنتر اللي في قلب الداون تاون، وده مسار المونوريل جاي من عند مدينة الفنون والثقافة وفندق الماسة، وبيخترق الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده كده بالطول على طول، وبعد كده بيخش في قلب منطقة الداون تاون. دي المحطة الخاصة بمنطقة الوزارات، محطة المونوريل الخاصة بمنطقة الوزارات زي ما حضراتكم شايفين شغالين فيها، والعمل فيها على قدم وساق بحيث إن هم يشتغل إن شاء الله المونوريل في أقرب وقت في العاصمة الإدارية الجديدة. المجمع اللي قدام حضراتكم ده كده مجمع وزارة الكهرباء والبترول والإنتاج الحربي، 4 مباني وزارية موجودة في المجمع اللي قدام حضراتكم ده زي ما حضراتكم شايفين. ودي كده محطة المونوريل الخاصة بمنطقة الوزارات، هتكون قصاد وزارة الكهرباء بالظبط. يعني هي المحطة هتكون قصاد وزارة الكهرباء ووزارة البترول والإنتاج الحربي. بعد المجمع بتاع وزارة الكهرباء ده مجمع وزارة الموارد المائية. يعني ده مجمع وزارة الكهرباء، ده اللي بعده مجمع وزارة الموارد المائية. ده مسار المونوريل اللي زي ما حضراتكم شايفين في قلب الشارع. المحطة اللي قدام حضراتكم دي محطة التبريد المركزية، المبنى اللي قدام حضراتكم ده كده مسار المونوريل. دي المحطة الخاصة بالمونوريل. هيكون كده في وشنا على طول منطقة الداون تاون. دي المنطقة الفاضية دي كلها اللي شغالين فيها حاليا، في كمية مشاريع كبيرة جدا، وإن شاء الله هنصورها بإذن الله تعالى في منطقة الداون تاون. 1300 فدان، كلها مولات تجارية ومنطقة خدمات كبيرة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده مبنى التبريد المركزي، لأن طبعا مفيش وحدات تبريد هتركب على الواجهات خاصة بالمباني الوزارات، لا ده المباني كلها والمكاتب كلها هتتم تبريدها عن طريق محطة تبريد مركزية، عن طريق أنابيب هتمشي من تحت الأرض وبتوصل لحد المكاتب كلها بالكامل. دي شاشة عرض كبيرة جدا على المحطة من الخارج. والمبنى ده على فكرة آخر مبنى في منطقة الوزارات، وبعد منها الشارع ده الشارع الفاصل بمنطقة الوزارات. وأول حاجة بنقابلها هنا فاينانشال هاب، ده مول موجود قصاد محطة التبريد المركزية، أول مول في منطقة الحي المالي. ده كده قدام حضراتكم بدأ يشطبوا في الواجهات الخارجية بتاعته. ده الشارع الفاصل بين الوزارات وبين الحي المالي أو منطقة البنوك. بعد منه على طول قداز مول، مبنيين اتنين شبه بعض برضو زي ما حضراتكم شايفين. الواجهات الخارجية خلاص يعتبر بيشطبوها. كل ده كده داون تاون قصاد حضراتكم، وده الشارع بتاع المونوريل. ده قداز مول، بعد منه على طول 11 مول. ده المبنى التاني. طبعا المنطقة اللي في الداخل هيكون جوه في ظهر المولات دي كده منطقة بنوك كبيرة جدا. ده 11 مول. وبعد 11 مول على طول مبنى الخاص بشركة المصرية للاتصالات. ده مبنى المصرية للاتصالات قدام حضراتكم برضه في الصورة، بدأوا إن هم يشطبوا الواجهات. يعني متوقع إن شاء الله في خلال شهرين 3 من دلوقتي معظم المباني دي هتكون اتشطبت وخلاص اشتغلت، يعني إن شاء الله تعالى يعني. برضه ده كل ده مسار المونوريل، وقصادنا من الناحية التانية ده هيكون منطقة الداون تاون. ده مبنيين اتنين خاصين بالشركة المصرية للاتصالات زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. بصراحة المبنى شكله الخارجي، أنا يعني الخارجي هيكون كبير وضخم خالص، ومهتم إن أنا أعرف الشكل النهائي هيكون عامل إزاي الخاص بالمصرية للاتصالات. بعد المصرية للاتصالات بنك الكويت الوطني اللي في الصورة ده خلصوا الواجهات بتاعته، وزي ما حضراتكم شايفين الشكل العام بسم الله ما شاء الله كويس جدا يعني. ده بنك الكويت الوطني.
طبعًا من هنا يعني إحنا من هنا لحد منطقة البرج الأيقوني تقريبًا 5 دقايق بالعربية، ومن هنا لحد الحي السكني R7 5 دقايق بالعربية، من هنا للكاتدرائية ومنطقة المستثمرين ما يكمّلش دقيقتين بالضبط. كل ده الحي المالي على إيدينا اليمين، هنتمشى لحد ما نروح عند البنك المركزي المصري إن شاء الله تعالى. ده كده مسار القطار الكهربائي، هنا بيتقاطع القطار الكهربائي مع مسار المونوريل في المكان اللي إحنا ماشيين فيه ده. زي ما حضراتكم شايفين طبعًا من آخر مرة كنا مصورين المباني دي ما كانتش موجودة خالص، كانت عبارة عن أرض فاضية. يعني ده آخر مرة مصورين كنا تقريبًا في شهر 4 اللي فات، كانت المنطقة اللي على إيدينا اليمين دي كلها كانت منطقة فاضية. زي ما قُلت لحضراتكم هنا بيتقاطع مسار القطار الكهربائي مع مسار المونوريل، وفي محطة تبادلية هتكون بين القطار الكهربائي وبين المونوريل في عند منطقة الفنون والثقافة، على إيدينا الشمال كده فندق الماسة، وفي وشنا على طول هتكون المحطة التبادلية. ده كده محور الماسة اللي إحنا ماشيين عليه، كده إحنا متجهين في اتجاه الشمال. في ضهرنا على طول لو لفينا ورجعنا هنروح عند الR7 وعند منطقة المستثمرين. بدأ يظهر بنك القاهرة بواجهته المميزة بصراحة، يعني من الواجهات المميزة هي واجهة بنك القاهرة، وقصاده على طول مبنى هيئة البريد. بسم الله ما شاء الله الشكل العام للبنك كويس جدًا، وده قصاد منه على طول مبنى هيئة البريد، مش ده لأ البنك اللي قدام منه المبنى اللي قصاد منه على طول، برضه من المباني اللي شكلها مميز، مبنى هيئة البريد. زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة، الشكل العام للمكان بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين في حركة وفي ناس رايحة وفي ناس جاية في العاصمة، يعني واحدة واحدة كده الدنيا بدأت تشتغل في العاصمة، وبدأ في ناس تسكن في العاصمة في الحي السكني R3. ده كده بنك القاهرة، بعد منه بنك مصر، وبعد منه على طول البنك المركزي المصري. ده ميدان كبير جدًا موجودين إحنا في قلب الميدان بتاع الحي المالي. ده الميدان اللي تم من خلاله افتتاح البنك المركزي المصري، ولو الناس تفتكر في رمضان اللي فات حصل افتتاح لمسجد مصر الكبير، كان من خلال الميدان اللي إحنا واقفين فيه ده كده. ده كده ميدان البنك المركزي المصري، ولو دخلنا من هنا هنروح في قلب حي الوزارات. ده البنك المركزي المصري زي ما حضراتكم شايفين، بعد منه على طول البنك الأهلي المصري. خلاص منطقة البنوك يعني شبه اكتملت خلاص بسم الله ما شاء الله، الشكل العام فيها أكثر من رائع بصراحة. لو خدنا الطريق ده على طول للشمال هنروح على طريق السويس. كل دي منطقة الحي المالي زي ما حضراتكم شايفين المباني دي كلها، الشكل العام بسم الله ما شاء الله كويس جدا. ده كده مبنى هيئة البريد هيبدأ يظهر قدام حضراتكم بشكله المميز بصراحة، اللاندسكيب، وطبعا برج الأيقونة ظهر من هنا. ده كده بنك القاهرة، بنك مصر، بنك المركزي المصري، بنك الأهلي، ولفينا في الميدان ورجعنا تاني، كده أصبح مبنى هيئة البريد على إيدينا اليمين. طبعا الناس اللي متابعة معانا ممكن ترجع للفيديوهات القديمة وتتفرج على الشكل بتاع الشارع ده. كنت مصور هنا في 2020 تقريبا، كان الشارع ده فاضي خالص، ما كانش فيه أي حاجة غير شوية خرسانات كده معمولة على إيدينا اليمين، يعني بنك القاهرة ده وبنك المركزي كان شوية خرسانات كده وخلاص. يعني كانت المباني قدام حضراتكم وكانت شوية خرسانات. نفس الناس ترجع وتتفرج على الفيديوهات القديمة، يعني خش على 2020 أو 2021 واتفرج على الفيديوهات القديمة وشوف وقارن بنفسك الوضع دلوقتي عن الوضع زمان. دي كانت جولة سريعة كده